خلّيني أكلّمكم النهارده عن مصارعة نسائية عادية، بس وهي مش أي مصارعة كده وخلاص، بما إن ده أول مرّة فيديو يعملوا عن واحدة ست، بس دي من أنجح النجوم اللي حصلوا في تاريخ الWWE وأسرعهم، وهي ريا ريبلي. وصّلوا الفيديو 30 لايك عشان نكسب أيفون معانا، اللي يسيب كومنت أختار واحد منهم عشوائي. وخلاص صاحبي نتيجته النهارده وبُكرة، هاختار النهارده بالليل واحد وبُكرة هاختار واحد لمّا الفيديو يوصل 30 لايك. والcomments دي على مدار الفترة اللي فاتت كلّها وبما فيهم الفيديو ده. بُصّوا يا جماعة، ريا ريبلي بدأت إزاي وليه مايكل كول وصفها؟ قال لك إحنا شُفنا دايمًا نجوم بتنجح على مدار الشركة، بس دي بالذات أسرع واحدة نجحت. الموضوع ببساطة هي بدأت إزاي من الأول؟ الساحة مليانة ناس زي WWE والAEW والImpact، ووسط كل ده ظهرت واحدة كده من أستراليا اسمها ريا ريبلي، قلبت مفهوم القوة النسائية خالص، وهي لسه في نُص العشرينات مش كبيرة يعني. اللي خلاها تتفوق وكده مش بس بنيتها الجسمانية الضخمة أو طريقتها اللي فيها عنف، لكن كمان إنها ليها هوية معروفة أو تعريف شخصية معروف واحد، شخصية ظلامية كده وجريئة برّه أي قواعد، شكلها جميل وقاسية في نفس الوقت، واثقة في نفسها ومجنونة في نفس الوقت. اتولدت ديمي بينت ده اسمها الحقيقي سنة 96 في مدينة اسمها أديلد في أستراليا، ومن وهي صغيرة كانت رياضية بالفطرة وكده، لعبت كاراتيه وسباحة وكرة قدم، لكن دايمًا في شغف جواها مخفي كده ناحية المصارعة. كانت تشوف العروض وهي صغيرة وتقول أنا عايزة أكون هناك، والمثير أو الغريب يعني إن المثل الأعلى بتاعها ما كانش يعني مش هاقول لك مثلًا شاينا أو بيس فينيكس دول مصارعات سيدات، يعني كلّهم كانوا معروفين إن هم مسترجلين شوية، إنما هي كانت بتحب ذا ميز لإن هو بوجهة نظرها يعني مشي ضد الظروف وكده، وأثبت نفسه على الجماهير بالكاريزما وبتاع، وبدأت تحلم مش إنها تكون مجرد مصارعة، إنها تبقى شخصية مختلفة ما تتنسيش أبدًا. راحت ساحات إندي الأسترالية في اتحاد اسمه Riot City Wrestling أو المدينة الفوضوية للwrestling، وهناك لمعت جدًا بسرعة وفازت بلقب السيدات، وشاركت كمان في اتحادات زي ميلبورن وNew Horizon، وواجهت أسامي كتير زي مرسيدس مارتينيز دي مصارعة موجودة لغاية النهارده على فكرة، وسرايا نايت، ومع مرور الوقت بدأت منافستها الطويلة مع توني ستورم. توني ستورم دي لسه بتصارع لغاية النهارده برضه، ودي واحدة من أكتر القصص المعبرة في تطور ريا ريبلي. الاتنين كانوا في سن بعض تقريبًا وكانوا الdynamic بينهم كبير أوي، وفي صيف 2017 بدأت تمضي مع WWE رسميًا، وشاركت في بطولة اسمها Mae Young Classic، وهي مسابقة للنساء الجداد يعني، ورغم إنها خرجت في الجولة التانية تقريبًا، إلا إن الناس لفت نظرهم أوي ريا ريبلي، وقتها على فكرة كانت بلوند وشعرها أصفر ومش حاطة بقى الmakeup والحاجات دي. وبعد كده في السنة اللي بعدها شاركت تاني في نفس البطولة، وقدمت أداء أقوى بكتير، ووصلت لنص النهائي وخسرت. بعدها قالت أنا هاخد مسار مختلف تمامًا، وراحت إنجلترا عشان تبقى جزء من مشروع اسمه NXT UK، وحققت إنجاز كبير أوي لما هزمت توني ستورم، وبقت أول بطلة سيدات في تاريخ الUK، وأول بطلة أسترالية على فكرة في تاريخ الWWE كله، وقعدت على اللقب 140 يوم لحد ما خسرته ضد توني ستورم. وبعد الخسارة الكل عارف إن ريا ريبلي جاية عشان يعني خسرت عشان تتصعد لمستوى أعلى. راحت NXT الأمريكية 2019 وظهرت في الرويال رامبل للسيدات، والكل بدأ ينبهر بيها ومين اللي طلعت فجأة دي وسريعة أوي كده. في 2019 واحدة من أكتر اللحظات العاطفية في تاريخ الNXT، كسبت باسلر وسط هتاف الجماهير ورفعت اللقب، ولحظتها خلتها رمز جيل من جديد. بس النجاح مش دايم، بعد أشهر من الدفاع عن اللقب خسرته قدام شارلوت فلير في راسلمانيا 36، وكانت القاعة فاضية بسبب الكورونا وكده، وبعدها راحت أمريكا ومؤقتًا وساب مشاكل التأشيرة، ولمّا رجعت واجهت إيو شيري دي وخسرت تاني، وكانت مراحل صعبة كلّها شكوك، بس هي قاومت الظروف وكده، لحد ما بقت 2021 ظهرت في عرض الRaw، وقدّمت تحدي جريء لآسكا في راسلمانيا 37، وكسبت وبقت بطلة السيدات على العرض الأحمر اللي هو الRaw، وكانت لحظة ميلاد ريا ريبلي كنجمة في العروض سريعة جدًا. وبعد 3 شهور شارلوت فلير رجعت اللقب تاني، وبدأ بينهم عداوة طويلة أوي، كلّها احترام متبادل وكره في نفس الوقت. بدأت بقى بعدها تخش في حتة الjudgment day، عملت فريق مع نيكي اتش وكسبوا ألقاب الزوجي، والشراكة انتهت بخيانة واحدة منهم، وهي ريا نفسها انضمت للjudgment day. أولًا كان اللي مأسسهم اتش وبعد كده فين بالور وديمين بريست. ريا غيّرت مظهرها بالكامل، بقى شعر أسود قصير وملابس غامقة كده وهيئة قوية وصوت حاد، وهي فعلًا صوتها مميز أوي. الجمهور شاف إنها زي مفترسة أو وحش كده. وبعد كده قلبوا على إيدج، وبدأت تبدأ علاقتها بدومينيك ميستيريو، ودي أذكى خطوة درامية في التاريخ كله، كانت هي العلاقة مع دومينيك ميستيريو. بدأت القصة كنوع من السيطرة، وبعد كده اتحولت لثنائي شرير ناجح جدًا. الجماهير عمالة تردد مامي، مامي كل ما تظهر، وبقت واحدة من الشخصيات المؤثرة أوي في تاريخ الWWE. في 2023 دخلت مباراة الرويال رامبل رقم 1 وكسرت كل الأرقام وكسبت بعد ما عملت أداء عظيم، ولعبت شارلوت فلير في ريسلمانيا 39 وكسبتها.
ورجّعت مكانتها كأقوى مصارعة في تاريخ الشركة، ومن بعدها وهي ما بتتراجعش خالص، فضلت باللقب مدة طويلة أوي، ولعبت ضد ليف مورجان راكيل رودريجز وناس كتير جدًا وخسرتها. في 2025 اللي إحنا فيها دي كسبت الWomen World Championship، وبعد ده بعد ما غلبت ليف مورجان، وبعد كده خسرته من Io Sky. بس حتى الخسارة كانت قصة من استمرارها في القمة، لأن هم وصلوا لراس المنيا ماتش ثلاثي، وده الماتش الوحيد اللي خد 5 نجوم على فكرة في العرض كله. وفضلت ريا ريبلي بتخش في أي عداوة تعمل منها قيمة كبيرة، وده هاقول لكم مثال على إيه، زي مثلًا عداوتها دومينيك وهي وضد ليف مورجان على دومينيك ميستيريو. ليف مورجان كمؤدية أداءها تعبان، يعني مش وِحِش ولا عظيم، هي حركاتها شبه حركات المصارعين زي كريس جيريكو والناس دي، بس حركات عادية جدًا زي مستوى أليكسا بليس. رغم كده دومينيك ميستيريو برضه ميت كاردر، العداوة دي كان عليها spot light كبير جدًا. ولو حد هيقول لي العداوة دي اتشهرت عشان مثلًا الإيحاءات وبتاع، لا، لا خالص، العداوة دي عشان ريا ريبلي مصارعة قوية جدًا. حتى لمّا كانوا بيعملوا ماتشات mixed tag هي وديميان بريست ضد دومينيك وليف، الماتشات كانت بتبقى حلوة. ريا ريبلي مجاميع مصارعة طلعت بسرعة الصاروخ، هي مشهورة جدًا، أداءها في الحلبة تحسه بتجمع بين حركات الجوجيتسو والفنون القتالية دي، وبين حركات اللي هي المصارعة التقليدية. لو عايزين تعرفوا كلامي ده صح إزاي، شوفوا ماتشها مع إيه سكاي في عرض السيدات Evolution. الماتش كان عظيم جدًا. صحيح هو خلص غلط بإن نعومي تخش تصرف الكاش إن، بس كان ماتش عظيم جدًا، جدًا يعني. وأنا أصلًا شخصيًا شايف إيه سكاي أحسن مؤدية في الشركة دلوقتي، وده مش رأيي أنا لوحدي على فكرة، في مصارعين كتير بيقولوا كده، في نقاد بيقولوا كده. إيه سكاي مصارعة مرعبة بجد يعني. ريا ريبلي أنا شايفها يعني لمّا توصل لسن الاعتزال هتبقى أنجح نجم جه في تاريخ الWWE في العقد الجديد ده كله يعني. البنت مش طبيعية وأداءها عظيم جدًا، وهي حتى كان قريب دخّلوها في فترة إنها تخش على بطولة ولايات، ماتش ثلاثي كده في عرض محلي، والحمد لله إن ده ما كملش، ودلوقتي هي بتتصدر الWar Games. أنا بالنسبة لي أنت ضامن طالما هي موجودة في ماتش، إن الماتش هيبقى عظيم. أنا بصراحة باتفرج على ريبلي كتير جدًا، وشُفت تاريخ شاينا والمصارعات اللي كانوا على خُطاها زمان، وهي سابقاهم كلّهم بجد. مع إن زمان على فكرة كان في قوانين مباحة أكتر، يعني شخصية الرجولية دي كان ممكن تبقى ليها قواعد تانية زمان، بس هي ريا ريبلي أنا ممكن لو أقول لكم ترتيب الناس، يعني أكتر ديفا ناجحة كانت إيجي لي زمان في بطولة الديفاز. أكتر واحدة غيّرت في المصارعة السيدات هي بيكي لينش، دي كانت عملت حاجة كده ما حصلتش قبل كده. أنجح واحدة عمومًا هي ريا ريبلي، ده رأيي الشخصي يعني، وهي أكترهم مستقبل واعد يعني. قولوا لي رأيكم، عايزين ريا ريبلي تلعب تاني على بطولات العالم وكده، والّا كفاية بقى؟ ولو هي كفاية عليها كده، الأحسن لها تعمل بطولة الtag team مع إيو سكاي، تبقى زي ما شارلوت فلير نزلت لمستوى الtag team، والّا هي أكبر من كده وتستاهل دفعات أكبر؟ وقولوا لي شايفينها تقدر تصدّر راس المنيا في يوم، والّا الموضوع آخره مجرد كده ماتشات تاخد 5 نجوم بس تبدأ بيها العرض مثلًا أو حاجة؟ موضوع المصارعات ده إيه رأيكم فيه؟ تحبوا أكمّل لكم فيه فترة يعني؟ يعني أقول لكم قصص عن المصارعات سيدات وكده؟ أنا كان واحد قال لي مرّة اللي هو اسمه فؤاد،